بيكم أبطال تانية ثانوي. النهاردة هنحل مع بعض أسئلة محافظة الفيوم إدارة شرق الفيوم التعليمية. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية. اكتسب أبو بكر الصديق الصفة الرسمية الكاملة ليتولى أمر المسلمين بعد اختيار المهاجرين له، اختيار الأنصار له، اختيار عامة المسلمين له، اختياره في سقيفة بني ساعدة. طيب هنا بيقول لك اكتسب الصفة الرسمية يعني الكاملة، يعني أصبح خليفة بشكل كامل على كل المسلمين. اختيار المهاجرين له احنا كده حددنا جزء من المسلمين، ما ينفعش. اختيار الأنصار له نفس الكلام، ده جزء من المسلمين. دال اختياره في سقيفة بني سعيدة برضو ده كان جزء من المسلمين، علة القوم يعني من المهاجرين والأنصار لما حضروا عشان يشوفوا يعملوا ايه، يبقى برضو ما ينفعش. يبقى الإجابة الوحيدة اللي تنفع اختيار عامة المسلمين له. اتنين: من وصايا الرسول للفاتحين لا تكربوا رهبانا تفرغوا للعبادة في الصوامع. الوصية السابقة تدل على حرص الرسول على تحقيق مبدأ التسامح الديني، العدل المجتمعي، الصراع الديني، المساواة الدينية. طبعا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لما تشوفوا ناس بتتفرغ للعبادة وقاعدة في مكانها ما تعملش حاجة ليكم سيبوها، يبقى ده اسمه التسامح الديني. يتضح من تحليل مضمون الخريطة المقابلة أن أول الممالك التي كانت تصل إليها قريش برحلتها التجارية الصيفية قبل الإسلام هي حمير، الأنباط، سبأ، الغساسنة. هنبص على المؤشر. أولا هنا التجارة الصيفية، رحلة الصيف يا شباب كانت إلى بلاد الشام. من إيه؟ من مكة. طيب يبقى احنا كده عندنا الإجابة واحنا رايحين بلاد الشام. كده رايحين فين؟ أدي الشام أهي. أول مدينة هتقابلنا واحنا رايحين بلاد الشام هي مدينة الأنباط، يبقى الإجابة الأنباط. طيب انهارت مملكة سبأ لأسباب سياسية، اجتماعية، دينية، اقتصادية. مملكة سبأ يا شباب انهارت بعد انهيار سد مأرب، وسد مأرب ده خاص بالزراعة وعملية تخزين المياه، يبقى الإجابة هتكون أسباب اقتصادية. السؤال اللي بعده: أيا من العناصر الأعجمية لعب دور كبير في السياسة العامة للدولة الإسلامية خلال العصر العباسي؟ البربر، الفرس، النوبيون، القبط. طبعا عندنا الإجابة هتكون الفرس. ليه اخترنا الفرس؟ علشان الدولة العباسية يا شباب قامت على عنصر غير عربي وهو عنصر الفرس اللي قاموا بالثورة والدعوة العباسية على يد أبو مسلم الخراساني في منطقة خراسان وما حولها. 6: اتسم دور الدول المستقلة في حركة الفتوحات الإسلامية بالسمة الإيجابية، السلبية، الانهزامية، المدنية. طبعا هنا الدول المستقلة لما ظهرت يا شباب ظهرت في عصر الدولة العباسية. الدولة العباسية عملتهم لتأمين الحدود في المقام الأول، بعد كده لعبوا دور في حركة الفتوحات الإسلامية من خلال إيه؟ من خلال اللي هم عندنا أمنوا الحدود وقاموا بالعديد من الفتوحات على حساب بعض المناطق الأخرى المجاورة للدولة العباسية وحموا الدولة العباسية من الأخطار، يبقى دي اسمها السمة الإيجابية. 7: اتهام قريش للرسول بأنه ساحر يندرج ضمن الحرب الاقتصادية، السياسية، النفسية، العسكرية. الرسول ما كانش ساحر، بالعربي كده لما حد يتهمك انك راجل مش محترم وانت اصلا محترم وعمال يقوي الاشاعه دي، فده بيعمل عليك ضغط نفسي، تمام؟ بيبقى دي اسمها حرب نفسيه. طيب 8: اولى القبائل العربيه دخولا في الاسلام بعد الدعوه العلنيه هي الخزرج، الاوس، هوازن، ثقيف. طبعا عندنا هوازن وثقيف كانوا موجودين في الطائف، والرسول لما راح يدعوهم للدخول في الاسلام اصلا رفض، خاصه قبيله ثقيف، وهوازن ما كانش لها دور ساعتها في الوقت ده. يبقى عندنا الخزرج والاوس. الرسول بدأ يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج فآمن ناس منهم من أهل يثرب، وحصل بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وكان من أوائل المسلمين من أهل يثرب دخولا في الإسلام هم الخزرج. 9: عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يثرب كان المجتمع المدني مجتمع مترابطا متجانسا متنازعا متحالفا. المجتمع من جوه كان فيه اوس وخزرج ويهود، دولت اكبر طوائف، وكان فيه شقاق بينهم، وكان فيه اهل ديانات اخرى، فبالتالي المجتمع ده يعتبر مجتمع متنازعا. السؤال اللي بعده 10: عمل الرسول على تقوية الجبهة الداخلية وبناء مجتمع مترابط في المدينة
بعد الهجرة من خلال إنشاء الأسواق، ولا طرد اليهود، ولا وضع صحيفة المدينة، ولا البناء العسكري للدولة؟ طبعا هنا يا شباب بيقول لك الرسول عايز يقوي الجبهة الداخلية. إنشاء الأسواق لا. طرد اليهود برضه عايز يقوي، ده انت كده تضغط اليهود هتعمل مشكله في البدايه. وضع صحيفه المدينه، الاجابه هتكون وضع صحيفه المدينه، لان صحيفه المدينه كانت موجهه لتنظيم احوال المسلمين وتنظيم احوال اهل الذمه اليهود وناس التانيين، وتنظيم الاوضاع ما بين المسلمين وغيرهم من الطوائف الاخرى. 11. لم يختلف اليهود في يثرب قبل هجره الرسول وبعدها في احترام عناصر المجتمع في يثرب، نقدهم للعهود والمواثيق، الحرص على نشر دينهم في يثرب، المشاركة في تأمين يثرب ضد أي خطر. طبعا لم يختلف اليهود في يثرب قبل هجرة الرسول وبعدها في نقدهم للعهود. ليه اخترتها؟ قبل هجرة الرسول كان الأول عاملين معاهدة سلام مع مين؟ مع الأوس والخزرج. بعد كده لما تحسنت أوضاعهم الاقتصادية اتبع اليهود مع الخزرج سياسة فرق تسد، وقاموا بإسكاء نار العصبية، وأخذوا يفكروهم بقى بالإيه؟ بالماضي بتاعهم والحروب اللي بينهم وبين بعض. أما عندنا بعد هجرة الرسول طبعا قاموا بنقد العهود، وأولهم طبعا يهود بني قينقاع حينما تعرضوا لامرأة مسلمة في السوق. 12. شرع الخليفة أبو بكر الصديق في الفتوحات الإسلامية بعد سقيفة بني ساعدة، وفاة الرسول، البيعة العامة، استقرار شؤون الدولة. طبعا سقيفة بني ساعدة دي كانت إيه؟ يعتبر بيعة خاصة. البيعة العامة كده أبو بكر بقى إيه؟ خليفة. وفاة الرسول، عندنا بعد وفاة الرسول حصل سقيفة بني ساعدة وحصل بعد كده البيعة العامة. يبقى الإجابة على طول أول ما رشحوه خليفة عندنا بدأ الأول يعمل على استقرار شؤون الدولة الإسلامية، خاصة بسبب الخطر اللي موجود وهو حرب الردة، فبالتالي هتكون استقرار شؤون الدولة الإسلامية. 13. وقعت معركة اليرموك في منطقة ذات طبيعة سهلية، جبلية، بحرية، صحراوية. موقعة اليرموك يا شباب تقع على أطراف سوريا وما حولها، وكانت هناك في نهر كبير اسمه نهر اليرموك. يبقى الإجابة عندنا اليرموك ده هتبقى ذات طبيعة سهلية. يعد فتح عبد الله بن سعد بن أبي الصرح لسبيطلة استكمالا للفتح الإسلامي في قارة أوروبا، في قارة إفريقيا، في قارة آسيا، في قارة أستراليا. طبعا فتح سبيطلة، أصلا سبيطلة اللي هي تونس وما حولها يعتبر، فبالتالي ده استكمالا للفتوحات الإسلامية في إفريقيا. 15. حاول كل من المنافقين واليهود زعزعة المجتمع الإسلامي من خلال الوقيعة بين المهاجرين والأنصار، الوقيعة بين الأوس والخزرج، الإساءة للمرأة المسلمة، التحالف مع المشركين ضد الدولة الإسلامية. طبعا عندنا الوقيعة بين الأوس والخزرج هنا طبعا كان اللي بيعملوا في المقام الأول هو اليهود لوحديهم. الوقيعة بين المهاجرين والأنصار ده المنافقين حاولوا يعملوه. الإساءة للمرأة المسلمة اليهود، لكن المنافقين واليهود اشتركوا مع بعض في التحالف مع المشركين ضد الدولة الإسلامية. السؤال اللي بعده: أمر الرسول بإزالة مسجد ضرار لأن الهدف منه نشر الإسلام، الدعوة لدين جديد، تدبير الفتن في المجتمع، استيعاب أعداد من المصلين. طبعا الرسول أمر بإزالة مسجد ضرار لأن الهدف منه في المقام الأول هو عامل زي دار الندوة، تدبير الفتن في المجتمع. 17. يعد العامل المشترك بين أماكن تواجد نماذج العمارة الموضحة بالنص المقابل: اعتماد الاقتصاد على التجارة، انتشار الديانات السماوية، امتلاك سواحل بحرية طويلة، انتشار البيئات الفيضية. قلعة الكستر، ولا دير هند بنت النعمان، قصر غمدان، كنيسة الرصافة، ولا قصر الخورنة؟ طبعا هنا قصر غمدان موجود في صنعاء، اما الحاجات التانية تتراوح ما بين الحيرة والغساسنة. يبقى صنعاء والحيرة والغساسنة اللي كان بيربط بينهم يا شباب هو انتشار الديانة المسيحية، يبقى الإجابة انتشار الديانات السماوية. 18. امتاز عصر بني أمية بكثرة الفتوحات شرقا وشمالا، شرقا وغربا، شرقا وجنوبا، شرقا فقط. طبعا الفتوحات كانت كتيرة قوي شرقا وغربا. طبعا غربا فتحوا أجزاء من بلاد
المغرب وفتحوا بعد كده الأندلس، وشرقا فتحوا السند وبلاد ما وراء النهر ووصلوا إلى آسيا الصغرى مع حدود الدولة البيزنطية. فبالتالي عندنا الإجابة هتكون شرقا وغربا هي الإجابة الأدق. 19. تشابه فتح الأندلس مع فتح سبيطلة في استشهاد القائد، التشاور بين القائد والخليفة، هزيمة المسلمين، الامتداد الجغرافي. طبعا عندنا التشابه هنا هيكون التشاور بين القائد والخليفة. ليه؟ فتح سبيطلة عبد الله بن سعد بن أبي الصرح لما أراد أن يفتحها استأذن الخليفة عثمان بن عفان، فعثمان بن عفان أشار على الصحابة فأشاروا عليه بأهمية الفتح. وفتح الأندلس برضو جه عندنا قائد الفتح لما حب يفتحها في عهد الوليد بن عبد الملك قال له اختبرها بالسرايا أولا، يبقى برضو دي اسمها إيه؟ المشورة. 20. كان لقسوة المناخ أثر واضح في فشل الأمويين في فتح القسطنطينية، وكان لنفس السبب أثر واضح في هزيمة المسلمين في معركة شيزونا ولا تهودا ولا حنين، غزوة حنين ولا بلاط الشهداء. الإجابة بلاط الشهداء اللي استشهد فيها عبد الرحمن الغفقي، وكان أحد أسباب عندنا هزيمة المسلمين هو البرودة الشديدة وقسوة المناخ. السؤال الثاني أسئلة مقالية. اثبت بالأدلة تدين الدولة العباسية بالفضل للعناصر غير العربية. طبعا الدليل على ذلك اعتمد العباسيين على الفرس في تأسيس دولتهم واعتمدوا عليهم في الفتوحات، كما قامت دول مستقلة بالمشرق مؤسسيها غير عرب بحمل لواء الفتح في بلاد السند والهند. لعبت المرأة قبل الإسلام دورا هاما ومثال على ذلك السيدة خديجة. في ضوء العبارة استنتج أي المجالات ظهرت شخصيتها وبما اتصفت. طبعا عندنا المرأة كان لها دور اجتماعي، عملت بغزل وصوف الغنم وأوبار الإبل، ودور عسكري، شاركت أحيانا في الحروب فكانت تضمد الجرحى وتسقي المحاربين وتقرع طبول الحرب. سياسي، حظيت بمكانة عالية فتقلدت مقاليد الحكم زي الملكة بلقيس ملكة سبأ وزنوبيا ملكة تدمر. اقتصادي، مارست التجارة كالسيدة خديجة. ما العلاقة بين القائد قتيبة بن مسلم والفتح الإسلامي لبلاد ما وراء النهر؟ طبعا فتحت معظم بلاد ما وراء النهر بقيادة قتيبة بن مسلم، حيث دخل أولا مدينة بخارى ثم وصل تقدمه حتى تركت جيوش أبواب الصين. ناقش تأثير الشائعات على التماسك المجتمعي. طبعا هنا الشائعات تؤثر سلبيا على التماسك داخل المجتمع والأمن والاستقرار بالمجتمع، وتؤثر أيضا على حركة التنمية. أهلا بيكم أبطال تانية ثانوي. النهاردة هنحل مع بعض أسئلة محافظة أسوان إدارة أسوان التعليمية. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية. 1. أقيم أول مركز للعلم في الإسلام دار الندوة، المسجد الحرام، دار الأرقم، سقيفة بني ساعلة. طبعا كانت أول مدرسة لتعليم مبادئ الدين الإسلامي هي دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ظهر مبدأ السلطة اللامركزية في الممالك العربية قبل الإسلام، يعني النظام الملكي كان عنده سلطة لامركزية، كان بيدي حرية لبعض الناس من خلال منصب الكبير، منصب كبار الموظفين، منصب الكهنة، ولا كبار الأثرياء. طبعا هنا الملك كان هو بيجمع في ايده السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وبالإضافة إلى ذلك كان يعاون حكام الأقاليم، كانوا ينوبون عن الملك في حكم الأقاليم وكل منهما يسمى كبير. يبقى الإجابة السلطة اللامركزية ظهرت في منصب حكام الأقاليم أي منصب الكبير. 3. ظهر تأثر العرب بالفرس والروم اقتصاديا من خلال الطرق التجارية الممهدة، تأمين طرق القوافل التجارية، أسواق مكة التجارية، استخدام العملة. طبعا عندنا ظهر التأثر بالفرس والروم اقتصاديا من خلال استخدام العملة، لأن المسلمين استخدموا الدينار الروماني المصنوع من الذهب والدرهم الفارسي المصنوع من الفضة. 4. أول رد فعل لقريش بالنسبة للدعوة الإسلامية في بدايتها، الحرب النفسية، السلبية، المفاوضات،
تعذيب المسلمين. طبعا كان أول رد فعل لقريش يا شباب بالنسبة للدعوة الإسلامية هو التجاهل. يا عم إيه الدين الجديد ده؟ فكك منه يا عم، ما إحنا خليه يعمل هو عايز يعمله، ده شكله اتجنن في عقله مثلا. أنا بتكلم على لسان قريش، فبالتالي هي مين؟ هي السلبية. 5. ارتبطت رحلة الرسول للطائف بموقف ملك الحبشة، ولا فقدان الرسول أكبر مناصريه، ولا دعوة أهل الطائف له، ولا رغبته في إنقاذ المستضعفين؟ طبعا رحلة الرسول للطائف ارتبطت بأن في الوقت ده كان العام العاشر من البعثة. الرسول فقد زوجته السيدة خديجة، وفقد عمه أبو طالب كان من أكبر مناصريه في الدعوة. حتى لو هو لم يدخل الإسلام كان حميه من أذى قريش نسبيا، فبالتالي الإجابة هي فقدان الرسول أكبر مناصريه. فأخذ يبحث عن مكان جديد للدعوة، فعرض الإسلام على قبيلة سقيف بالطائف، ولكن رفض أهل الطائف دعوة الرسول. 6. شهدت اجتماع مصيري اتخذت فيه قريش قرارا ضد الرسول والإسلام. دار الأرقم، دار أبي بكر الصديق، شعب أبي طالب، ولا دار الندوة؟ طبعا قرار ضد الرسول، يبقى عندنا بنتكلم عن أهم مراكز التحريض بتاع قريش ضد الرسول المسلمين هي دار الندوة. السؤال اللي بعده، السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية. تفوق الأوس والخزرج في النشاط الزراعي القائم عليه اقتصاد المدينة بسبب ترك اليهود لهم من العمل بالزراعة، ملهاش علاقة. تأثرهم بالدول المجاورة، جيم، ملهاش علاقة. تنظيم مياه الري، برضو ملهاش علاقة. هم تفوقوا، ما ممكن يبقى تنظيم مياه الري بس الناس الفلاحين اللي موجودين مش متفوقين. هم تفوقوا بسبب خبراتهم السابقة. تأثرهم بموطنهم الأصلي عندنا بسبب انهيار سد مأرب، فكانت الحضارة هناك حضارة زراعية في المقام الأول. فلما جم ما تعبوش كتير في اللي هم يشتغلوا بالزراعة عشان عندهم خبرة بسبب تأثرهم بموطنهم الأصلي. 2. حققت صحيفة المدينة مبدأ المواطنة من خلال النص على الدفاع المشترك ضد أي عدوان، احترام أمان المسلمين أمة واحدة، النصح والبر بين المسلمين وأهل الكتاب. طبعا مبدأ المواطنة اللي أنا بساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات. هنا الحكاية اللي تدل على المساواة بين المسلمين وغيرهم في الحقوق والواجبات هي الدفاع المشترك ضد أي عدوان. تمام، اللي أنا النهاردة بكلف اليهود وبكلف كل الطوائف في المدينة اللي هي تدافع مع المسلمين ضد أي عدوان على المدينة، فده يدل على الدفاع عن الوطن ومبدأ المواطنة. 3. من الدروس المستفادة من أعمال النبي محمد عند قدومه للمدينة تحقيق مبدأ التنمية المستدامة، والتي ظهرت من خلال المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، حسن استخدام الموارد المتاحة، إصدار صحيفة المدينة، إعداد السرايا والغزوات. طبعا عندنا بنتكلم على تحقيق مبدأ التنمية المستدامة. يعني ايه تنمية مستدامة؟ الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في الموارد اللي موجودة. اللي أنا عندي أرض زراعية هتم بيها، عندي بير هتم بيه. فهنا ظهر مبدأ التنمية المستدامة وإدارة شؤون الدولة من خلال حسن استثمار أو استخدام الموارد المتاحة. لما الرسول قال لك من أحيا أرضا فهي له. لما ادى سيدنا علي بن أبي طالب ينبوع مية، لما ادى الزبير بن العوام أحد الأراضي، وادى أحد الصحابة أرض فيها معادن، يبقى دي اسمها حسن استخدام الموارد المتاحة. ظهر اتفاق قريش واليهود والمنافقين في عدائهم للدعوة الإسلامية من خلال نقد صحيفة المدينة. اللي نقد صحيفة المدينة يا شباب هم اليهود، يبقى دي ملهاش علاقة وعايز وجه شبه. المقاطعة الاجتماعية والاقتصادية برضو اللي عملها قريش. تعدد محاولات قتل النبي، اكتر ناس عملوا محاولات لقتل النبي هم اليهود. طيب وممكن برضو قريش، بس كانت محاولة فاشلة بتاعت اجتماع دار الندوة. طيب يبقى كده عايزين بقى اليهود وقريش والمنافقين اتفقوا مع بعض في الحرب النفسية، حرب الشائعات، طلعوا الفتن، يعملوا اي حوارات عشان يخلوا المسلمين منظرهم وحش، يبقى دي اسمها حرب النفسية. طيب 5. السبب المباشر لغزو بني قينقاع مخالفة اليهود أحد بنود صحيفة المدينة، وهو الدفاع المشترك ضد أي عدوان، احترام أمان المسلمين أمة واحدة، النصح والبر بين المسلمين وأهل الكتاب. طبعا الإجابة يا شباب هتكون احترام أمان المسلم. ليه؟ يهود بني قينقاع تعرضوا لامرأة مسلمة كانت تشتري شيئا في السوق، فراح راجل مسلم قتل اليهودي، وقام اليهودي جه قتل المسلم، فحصلت غزوة بني قينقاع بسبب عدم احترام اليهود لأمان المسلم.
دلل تاريخيا على صحة العبارة التالية: يعتبر العام السادس من الهجرة نقطة تحول في مواجهة النبي للمشركين. طبعا العام السادس من الهجرة تبدأ به المرحلة الثانية من مراحل حروب النبي مع المشركين، وكان هدفها الهجوم وإنهاء تحالف المشركين نهائيا. السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية. أهم مكاسب المسلمين في غزوة مؤتة: اكتساب خبرات عسكرية جديدة، تنظيم الحقوق والواجبات، سقوط ملوك الروم، سيطرة المسلمين على بلاد الشام. طبعا من أهم المكاسب في غزوة مؤتة اللي دي كانت أول احتكاك حقيقي ما بين الرومان وما بين المسلمين، فاطلع المسلمين على أساليب الرومان القتالية الجديدة وخدوا درس سوري يا شباب، وخدوا درس كبير جدا من قوة الرومان العسكرية. كان الرومان عندهم 200,000 مقاتل، أما المسلمين كان عددهم 3000 مقاتل. يبقى اكتساب خبرات عسكرية جديدة. الأثر السياسي الناتج عن اجتماع سقيفة بني ساعدة: ظهور نظام التوريث في الحكم، مكانش عندنا توريث. انفراد الأنصار بالحكم، ما انفردوش، إن الأنصار الأول كان هيختاروا سعد بن عبادة زعيم الخزرج، بعد كده تنازلوا عن الحكم مين؟ لأبو بكر الصديق. العصبية القبلية، لا، لو في عصبية كان الموضوع أصلا مش هيبقى فيه أصلا سياسة خالص، ما كانش هيبقى فيه نظام حكم ظهر. فترتب على اجتماع سقيفة بني ساعدة ظهور نظام الخلافة. 3. من أهم أهداف الفتوحات الإسلامية المحافظة على موارد الدول والشعوب. ظهرت هذه المقولة في أحد وصايا النبي للفاتحين، وهي: لا تحرقوا زرعا ولا تقطعوا نخلا، لا تغيروا عليهم ليلا، لا تكربوا رهبانا، تفرغوا للعبادة، لا تهدموا بيتا ولا معبد. طبعا هنا بيقول لك المحافظة على موارد الشعوب. الموارد يعني الأكل والشرب، الموارد يعني الحاجات اللي بتطلع رزق للناس، يبقى لا تحرقوا زرعا ولا تقطعوا نخلا. 4. يعد تقسيم أبي بكر الصديق لجيش المسلمين في حرب المرتدين إلى 11 لواء دليلا على كثرة أعداد الجيوش الإسلامية، تعدد جبهات القتال، اتساع خبرة المسلمين العسكرية، توسيع حدود الدولة الإسلامية. طبعا عندنا تقسيم أبو بكر للجيوش إلى عدة جيوش بسبب اتساع الحروب، يبقى الإجابة عندنا تعدد جبهات القتال مع المرتدين. 5. تعد بداية النهاية لدولة الفرس، معركة المدائن، نهاوند، تهودة، أجنادين. تهودة أولا ما كانش مع الفرس، ده تهودة دي اللي مات فيها عقبة بن نافع في بلاد المغرب. أجنادين مع الروم، يبقى الإجابة المدائن يا إما نهاوند. بداية النهاية يعني بداية الهزيمة هتكون المدائن، علشان دي عاصمة الفرس واللي دخلها هو سعد بن أبي وقاص في عهد الخليفة مين؟ في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. فسر أسباب توقف حركة الفتوحات الإسلامية في عهد علي بن أبي طالب. طبعا الفتوحات توقفت بسبب الفتن والانقسامات الداخلية. السؤال الرابع: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية. أكدت نتائج فتح المدائن على تحقيق مبدأ الوفاء بالعهد، الشورى، نصرة المظلوم، التسامح. طبعا المدائن اللي فتحها سعد بن أبي وقاص، وكسرى ملك الفرس هرب، فسيدنا سعد بن أبي وقاص خد متعلقات كسرى ومنها التاج بتاعه واداه لعمر بن الخطاب. فعمر بن الخطاب راح عندنا نادى واحد اسمه سراقة بن مالك، كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الهجرة، لما كان سراقة بن مالك بيجري ورا الرسول عشان يعني يمسكه، فوعد الرسول سراقة بن مالك بأن يكون له سوار كسرى، بأن يلبسه سوار كسرى. فلما سوار كسرى جاله راح سيدنا علي عمر بن الخطاب استدعى سراقة بن مالك وألبسه هذا التاج بتاع كسرى، وخده مرة أخرى وحطه في بيت مال المسلمين. يبقى الإجابة عندنا تأكيد على الوفاء بالعهد. 2. ظهر نظام الاستطلاع الحربي في الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين، الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة المملوكية. طبعا بداية الاستطلاع الحربي تم في عهد الرسول،
بعد كده هنا بيقول لك بناء على اللي موجود الخلفاء الراشدين، مفيش معلومة اللي هم كانوا بيعملوا استطلاع حربي. عندنا الإجابة هتكون الدولة الأموية في الاستطلاع الحربي اللي سيدنا معاوية بن أبي سفيان عمله، علشان لما جه شاف العدو الأخطر ليه هو الدولة البيزنطية. السؤال اللي بعده 3. أهم نتائج الفتح الإسلامي للأندلس من الناحية الاجتماعية: نقل العاصمة إلى قرطبة، القضاء على الرق والعبودية، حرية اختيار القضاة، ولا التعمير والمنشآت. طبعا أهم نتائج الفتح الإسلامي للأندلس من الناحية الاجتماعية اللي هو حرر العبيد والأرقاء وعمال الزراعة من النظام اللي كان موجود، يبقى القضاء على الرق والعبودية. 4. يدل اختيار حسان بن النعمان لأقباط مصر لإنشاء ميناء تونس على مساهمة الأقباط العسكرية في فتح أفريقيا. لا، اللي فتح أفريقيا المسلمون، ما كانش ليه علاقة بالأقباط. انتشار أقباط مصر في الدولة الإسلامية برضو مالهاش علاقة، ممكن يكون منتشر بس ما عندكش خبرة. المهارة التجارية لأقباط مصر، تقدير المسلمين لأهل الخبرة. طبعا الإجابة الأدق هي تقدير المسلمين لأهل الخبرة، اللي أنا قدرت أهل الخبرة حتى لو كانوا غير مسلمين واستعنت بهم في عملية الإنشاء. ما تقييمك لمصداقية العبارة مع تقديم الدليل على إجابتك؟ طبق العباسيون نظام اللامركزية أثناء حكمهم. طبعا عندنا في العصر العباسي الأول طبقه الخلفاء لمواجهة أعدائهم ومنحوهم الحكم الذاتي مع الولاء التام للخلافة العباسية، واستطاع الخلفاء فرض إرادتهم السياسية على تلك الدول حينما كان الخلفاء أقوياء. أما في العصر العباسي الثاني ونتيجة لضعف الخلفاء قامت عدة دول مستقلة وكان لها دورا في الفتوحات الإسلامية.